مساء الخير الأستاذ الدكتور خالد هنو، قابلتك صدفة ولازم استغل الصدفة دي. دكتور خالد هنو من الفنانين المعروفين جدا بنزعتهم السكندرية الأصيلة، وده واضح في كل تقريبا أعمال حضرتك، سواء بورتريهات لأشخاص سكندريين أو مناظر بتحكي اسكندرية في عصرها وزمانها الجميل. وكمان لازم نقول إن حضرتك كنت نائب جمعية الأتوليه، كنت عضو مجلس إدارة أتوليه اسكندرية. بالظبط كده. طيب حضرتك كنا أول حاجة عايزين نعرف أخبار الأتوليه، هل في من جديد بعد ما الأتوليه غادر المقر بتاعه؟ الأتوليه طبعا يعني كمقر انتهى تماما، وخدنا مقر صغير كده وهيبدأ يمارس النشاطات بتاعته الثقافية اللي كان بيعملها في المكان الصغير ده. واحنا حاليا الشهر الجاي هتعمل جمعية عمومية، وفي مجموعة جديدة جدا مرشحة نفسها، فقلنا يعني نسيب بقى للوجوه الجديدة تمسك، وإن شاء الله يستمر الأتوليه في القيام بمهمته المهمة، لأن هو تاريخ سنة 1934 من هذا التاريخ إلى الآن الأتوليه بيقوم بعمل عظيم جدا. هو المقر الجديد فين حضرتك لو تقول لنا، ومين اللي عطى المقر الجديد للأتوليه؟ هو حاليا في مقر صغير جدا في محرم بيه، لكنه هيبدأ يتخذ مكان آخر بعد الجمعية العمومية بإذن الله. المقر ده مجهود فردي يعني حد مجهود لا فرد؟ لا أبدا، ده بحساب الأتوليه، يعني بحساب الأتوليه. طب مش كانت في وعود من المحافظة إن هي تدي مقر للأتوليه بديل؟ للأسف لم تنفذ هذه الوعود. لم تنفذ الوعود. كل الوعود اللي خدناها لم تنفذ. فكل دي مجهودات فردية. طيب والمقتنيات الأتوليه دلوقتي موجودة فين؟ موجودة في مخزن، يعني في مخزن مخصوص متأجر عشان تتحط فيه كل المقتنيات مؤقتا إلى أن ناخد مكاني، لأنه كان في حاجات كتيرة جدا. طبعا الأتوليه كان بيحتوي على يعني ثروات ومقتنيات، طبعا ثروات أدبية، مش الأرشيف الأدبي من رسائل وكتب وحاجات نادرة يعني تستمر سلسلة الأخبار الحزينة للتدهور اللي حاصل في مدينة اسكندرية. طيب نقول أخبار شوية كده متفائلة. آخر إنتاج حضرتك إيه؟ والله أنا أخذت على نفسي يعني زي نوع من العهد كده، بسبب حبي وعشقي لهذه المدينة العظيمة اللي احنا يمكن مش مقدرينها قوي. يعني هي في وجهة نظري أعظم مدينة في العالم، وتاريخها يعني عدى 2000 سنة، 2350 سنة تقريبا، وكانت العاصمة الأولى يمكن لمصر والعاصمة الثقافية وهكذا يعني. فأنا عاوز أقول إنه عشقي للإسكندرية خلاني أقرر إن أنا أوثق وأؤرخ هذه المدينة بشكل تشكيلي، وده لم يحدث من قبل. يعني ما فيش فنان، كان كلها تجارب يعني فردية، لوحتين ثلاثة لكل فنان عن الإسكندرية، لكن أنا يمكن وصلت ل 500 عمل عن الإسكندرية في أعمال موجودة على صفحتي، في أعمال، وتقريبا كل مكان ميدان أو حي أو منطقة بقيت أتناولها بشكل طبعا فيه شجن وبشكل فيه إحساس، مش مجرد واحد بينقل عمل بشكل فوتوغرافي يعني. لا طبعا فعلا واضح فعلا التشكيلي وكده. في اللمسة أو اللمحة السكندرية اللي كلنا بنحبها، ما بين تحس إن أنت عاوزة تقعدي في المكان ده، عاوزة تسترجعي الذكريات بتاعته. فالحقيقة تم عمل مجموعة كويسة قوي ولا زلت مستمر، ويمكن العمل اللي هيقدم خلال أيام قليلة أنا شغال فيه حاليا، وده سبق صحفي ليكي بقى. اتفضل. استاد اسكندرية، يعني بعمل عمل استاد اسكندرية. حضرتك أحدث أعمالي يعني. حضرتك دايما متعود تهدي كتير من لوحاتك لأماكن موجودة في اسكندرية زي الأوبرا، أهدت لها أكتر من لوحة. هل استاد اسكندرية هيتم إهدائه؟ ممكن العمل ده يتم إهداء الاستاد، ممكن، بس طبعا حسب ما ينتهي بس، ولو انا يعني بقى في عاطفه بيني وبينه يبقى مش هادي. الموضوع في الاخر برضه بيبقى، على فكره انا مقل قوي في بيع لوحاتي بسبب ان انا ببقى يعني متمسك بالعمل جدا، يعني بتحب العمل، ببقى مش يعني مش عايز ابيعه يعني، رغم ان الاعمال كلها الحمد لله بيجي لها اقبال شديد جدا في الشراء،
يعني ما فيش عمل بيخلص الا لما الاقي اكتر من حد عاوز يشتريه. هي فعلا لوحات حضرتك كلها متميزه، وافتكر حديث سابق مع حضرتك كان بورتريه بليغ حمدي، وقلت لحضرتك انت جبت ازاي نظره عينه، وحكيت لي وقتها حكايه لطيفه جدا. قلت لي ايه؟ جبت ازاي نظره عين بليغ حمدي العبقري البوهيمي؟ هو المشكله ان هو الصور عمرها ما بتكون صادقه يعني. الصوره فوتوغرافيه، فانا ما برسم البليغ من صوره. بالظبط. فكنت اتمنى ان يكون قاعد قدامي يعني عشان اخد الحياه من عينه يعني. فانا بليغ متاثر بيه بموسيقاه جدا، فاعمالي كلها هي ناتجه عن موسيقاه. فقلت لو بصيت انا في عيني في المرايه ما هي رد فعل للاعمال اللي هو عاملها اصلا يعني. فبدات ارسم الحياه بتاعت العين بتاعتي، مش عينيا هي اوكي، لكن الحياه بتاعت العين من وحي المزيكا بتاعته، من وحي المزيكا. وفعلا هي طلعت صوره رائعه، واضح فيها جدا نظرة بليغ الشردة، نظرة بليغ اللي فيها فلسفة للمزيكا ومصريته الخالصة. دي حقيقة كانت واصله لنا كلنا. الحمد لله الحمد لله. ورسمت عبد الحليم قريب، كان عمل برضه مميز جدا. احنا لسه ما شفتش عبد الحليم. لا كان عمل مميز لانه ما حدش شاف الصورة دي قبل كده. اوكي. كان عمل مميز قوي. رسمت سيد درويش، رسمت بيرم التونسي، رسمت نجيب لا يعني سيد درويش اهدته الاوبرا اسكندريه. سيد درويش وبليغ اهدتهم في الاوبرا في القاعه الرئيسيه بالظبط كده. ولا زال يعني انا دلوقتي 40 سنه ابداع الحمد لله، ولا زلت طول ما ربنا سبحانه وتعالى عطيني صحه هكمل وارسم اسكندريه وارسم الشخصيات العظيمه وارسم مصر. وانا حاسس ان ده دور مهم قوي. ما تتخيليش قد ايه حاسس بالمسؤوليه ان انا اسجله. احنا سعداء بالاستاذ الدكتور خالد هنو السكندري الاصيل، اللي بيسجل كل اللحظات الجميله اللي كانت فيها مدينتنا وبتتزين اماكن عريقه في اسكندريه بلوحاتك الجميله. عايز اقول حاجه دلوقتي، بس انا سعيد بيكي قوي وبالنشاط الثقافي اللي انت بتعمليه، الجروبات الحلوه، الاحاديث الجميله اللي بتنزليها. فده طبعا مجهود شخصي عليك. فيعني عاوز اقول ان احنا كلنا المثقفين يعني ازعم ان انا واحد منهم يعني. فاحنا بنتضافر وننضم لبعض عشان نقدر نطلع حاجه حلوه ونخلي اسكندريه جميله ونخلي مصر حلوه قوي. فانا بحييكي على المجهود الفردي اللي انت دي شهاده اعتز بيها. ميرسي لحضرتك جدا، وميرسي على ذوقك، وميرسي على الحديث الجميل ده. شكرا يا دكتور خالد، شكرا لحضرتك.